لو لم أكن صينيا. البصيني يلا 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 البصيني يلا 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 البصيني البصيني اللي انشف من كحك العيب بتاع امي، البصيني انشف من دماغ وائل جمعه. يلا البصيني اللي ضد الكاس. اخرب بيتك يا عفيفي. خليني معاك اوعى تسيبني حبيبي، انا نفسي ارتاح. مفيش فايدة، مفيش كل يوم تمارين ومفيش حتة عضلة طلعت فيا. أنا مش عارف العيال اللي ماشية في الشارع منفوخة دي اتنفخت كده ازاي. انت بتكلم نفسك يا عمو ولا ايه؟ نفسي يبقى عندي ترايسبس قبل ما اموت يا صلعت. يا عمو العضلات دي عايزة تمارين جامدة. طيب ما أنا من ساعة ما جبت البتاعتين دول وأنا عمال أتدرب بيهم ليل ونهار ومفيش فايدة. اكيد البتوعتين اللي انت بتتدرب بيهم دول صيني. اوعى تغلط في الصين يا صلعت، اوعى. احنا ملناش بركه غير الصين. ده مفيش بيت في مصر مفيهوش بالميت 10 15 حاجه مكتوب عليها صنع في الصين. حاسس انك سوري يعني، بتبالغ شوية يا عمو. بابا طب عيب معايا. عندك طقم صيني اكيد صيني صح لا، وعندك طقم التوابل البلاستيك والخلاط والشفاط ومروحه السقف ومكنه الخياطه وعده التليفون والمنبه، ما تقلقش لسه هكمل لك، وسجاده الصلاه والاباجوره واللومط ومشترك الكهرباء وجرس البيت والدباديب بتاعت الحبيبه وشنط المدارس والاقلام والبرايات والمساطير والمقلمه، كل ده وغير العربيات الصيني والتوك توك الصيني والموتوسيكلات الصيني. فاضي ولا ايه؟ يا لهوي، كل الحاجات دي بتعملها الصين؟ امال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل زي بقيه الناس يا صلعت. اخس، ازاي يعني؟ احنا يا صلعت بشوات، احنا احفاد الفراعنه، معانا فلوس كتير كتير قوي ومش محتاجين نشتغل، احنا بنشغل الصينيين. والله يا عم انا حاسس ان الصينيين هم اللي بيشتغلونا. الو الو، سوبر خنيدي معايا؟ خنيدي؟ اؤمر يا حبيبي. الحقنا يا مستر خنيدي، الصين اتخرب بيتها. اهلا مستر خنيدي. في ايه يا باشا؟ يا مستر خنيدي، دولة الصين بتخدم العالم كله، من اهم الدول اللي بتخدمها مصر، دولة الفراعنة. والله يا باشا خادم القوم سيدهم. احنا بنبيع لمصر منتجات بالمليارات، والحمد لله مقضية ومتعشية، والمليارات اللي بتدفعها مصر فاتها بيوت كتير في شنغهاي وبكين وكتير من مدن الصين. طب مفيش يعني سبوبة صيني، عقد عمل في بكين ماليزيا، ايوه حاجة يعني؟ اتفضل كمل يا باشا. اكتشفنا في الشهر اللي فات ان المصريين ما بقوش يشتروا من الصينيين زي زمان. المليارات بقت ملايين، وبعدين بقت الافات، وبعدين بقت ورقة ب5، ورقة ب5 حبيبي. اكيد المصريين فلسوا يا باشا. المصريين عمرهم ما فلسوا يا سوبر خنادي، المصريين شاطرين، وزي ما بيقولوا الشاطر يغزل برجل خمار. امال ايه اللي حصل بس يا باشا؟ المصريين بدأوا يشتكوا من المنتجات الصينية. ازاي؟ بدأ يبقى في كلام ان الخلاطات بتاعتنا بتنفجر في وش الستات، واللومات بتاعتنا بتتحرق والعيال بتذاكر، والموتوسيكلات بتاعتنا بتتقلب بعمال الدليفري، والمنبهات بتاعتنا بتفضل تران 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 طول الليل وما بتسكتش. حتى الأثقال بتاعت التمارين الرياضية بقت ما بتطلعش عضلات، بقت بتطلع اللي يستخدمها أتب. طيب صح كده يا باشا؟ هل احنا قصرنا مع الصينيين في اي حاجه؟ ده مفيش حاجه انتوا بتعملوها واحنا بناخدهاش منكم، يبقى ده جزاتنا تبيعوا لنا اسلحه فاسده؟ أسلحة فاسدة؟ قصدي بضاعه مضروبه يعني. ده كلام برضه مش اخلاق الشرق الاقصى دي ابدا يا باشا، ابدا. احنا ما عملناش حاجة غلط يا سوبر خنادي. اللي حصل ان البضاعة اللي في السوق اللي مكتوب عليها صنع في الصين، لا صنعت في الصين ولا حاجة، دي بضاعة متلدة ومضروبة، في عصابات
بتدرج الشغل بتاعنا وبتبيعه ليكم في مصر على أساس إنه صيني. الناس ابتدت تكره الشغل بتاعنا وابتدوا ما يشتروش من عندنا، وبيتنا هيتخرب، بيتنا هيتخرب يا سوبر خنادي. والمطلوب يا باشا؟ الناس دي خرمية وغشاشين، يا ترى مين اللي وراهم؟ ارقص يا حضري. ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة يا باشا. طب اديني وقتي وانا هشوف الموضوع ده. يلا بينا صلعت. يلا ايه؟ طب مش لما ناخد عربون الاول؟ انت ما بتحسش يا ابني؟ بيقول لك مش لاقيين شغل ومفيش ورقة ب5 حتى. عيب عليك يا حيوان، الناس دول ضيوفنا واقعين في عرضنا ولازم نساعدهم. قدامي على اذنك يا باشا. مش هوصيك يا سوبر خنيدي، أطفال بكين مستقبلهم بين إيديك. قول يا رب يا باشا، قول يا رب. عرفت ليه بقى؟ ما كانش بيطلع لك عضلات يا هنيدي؟ أول مرة يطلع معاك حق يا كلب البحر. لا يا عمو، سوري مش أول مرة، بس أنت اللي قارش ملحقتي حبتين. قرش ملحتك؟ مالك يالا قلبت خالتي فجأة كده؟ ما علينا، خلينا في شغلنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح ندور في قول ان شاء الله. يعني ان شاء الله هنروح. وانا لسه كملت كلامي اصلا. ان شاء الله يا سيدي وباذن الله وبدون مقاطعه هنروح ندور في المستشفيات على الستات اللي الخلاطات انفجرت في وشها، ونقفش واحده ونشوفها جايبه الخلاط ده منين، ونمشي ورا الخيط ده. ايه رايك بقى في الافكار القويه دي؟ الافكار القويه دي جات لك عشان قلت ان شاء الله. طبعا ونعم بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا. ألف لا بأس عليك يا ماما. مالك يا ولية؟ الخلاط هيموتني، الخلاط هيموتني، الحقوني. في انت وهو ايه اللي دخلكم؟ احنا نيابة وجايين ناخد اقوال المتهمة. كلمة ايه يا خديجة؟ احنا نيابة وجايين ناخد اقوال المجني عليها. اهدي يا ماما اهدي. بقول لك اهدي، البشوات هيسألوكي سؤالين. احنا مش هنتقل على حضرتك، احنا بس عايزين نعرف جبتي الخلاط منين؟ عيد الام، عيد الام، عيد الام، الحقوني. انت تعرف محل اسمه عيد الام؟ لا ده هي قصدها ان الخلاط جالها هدية في عيد الام، اكيد الواد ابنها هو اللي جابهولها. وابنها ده نجيبه من فين؟ هتلاقوه في قسم الكسور. ودلوقتي ممكن تتفضلوا عشان المريضة عندها جلسة كهرباء. كهرباء؟ طبعا اذنك يا طارق. ألف لا بأس عليك. والله احنا اول ما عرفنا جينا لك جري. احنا مش هنقرفك، شكلك تعبان، هنسألك بس سؤال ونمشي. انت جبت الخلاط للست الحاجة من انهي محل؟ من محل في باب اللي هو اسمه بيومي للتجارة الحديثة. طيب فاكر دفعت فيه كام؟ كل اللي كان حيلتي 15 جنيه. خلاط ايه ده اللي ب15 جنيه؟ يبقى الراجل كان عنده حق، اكيد خلاط مضروب. طيب احنا متشكرين قوي، نسيبك بقى تكمل نومك. بس ما عرفناش انت وقعت من السادس ولا خبطك قطر ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ التوك توك بتاعي اتقلب بيا. اكيد توك توك صيني مضروب. ما اعرفش، كل اللي اعرفه ان التوك توك عليه اقساط ما اتدفعتش وهيخربوا بيتي وهطلع من المستشفى على السجن طوالي. يا باشا انا ماليش دعوة، انا بشتري الخلاطات جملة من التوكيل. والتوكيل ده فين؟ والله ما اعرفش مكانه، بس اعرف ان الوكيل شركة بورسعيد، بيجوا لحد عندي ويجيبوا لي فلوسهم ويمشوا. يعني احنا ننزل بورسعيد نقول فين الشركة بتاعت الخلاطات ولا ايه؟ انت اتجننت؟ خليك متعاون بدل ما تروح في 60 داهية. دي اقل حاجة هتاخدها اعدام. انت قتلت واحدة بالخلاطات المضروبة بتاعتك. ايوه افتكرت، انا معايا فاتورة فيها عنوان الشركة، ثانية واحدة. علم جبانة صحيح.
لك ايه، شحنة البوتاجازات دي عايزك تنزل بيها القاهرة، ما ترجعش بواحد منهم، مفهوم؟ يا نهار اسود، بوتاجازات؟ دي القاهرة كلها هتولع يا معلم. على بال ما ترجع كمان يومين هتكون السفينة جت وجايبه لنا شحنة موتوسيكلات، انما ايه؟ هنعمل ايه يا عمو؟ أهم حاجة نوقف شحنة البوتاجازات دي في الطريق قبل ما توصل القاهرة، وبعدين نشوف السفينة دي إيه حكايتها. مساء الميكانيكي والعربيات الانتيكي. اهدى وليه يا عكرة، الوكلة على الصبح عمتيني. ارفع ايدك الاتنين. ايه ده؟ فيه ايه؟ في كل خير. السفينة دي جاية منين يا حبيبي؟ السفينة جاية من الصين. انت كذاب. انا سألت وعرفت ان السفينة دي طلعت من الصين فاضية. البضاعة اللي عليها دي جت منين؟ انت هترجع ولا ايه؟ ما تنطق بدل ما اخلص عليك. جاية من جزيرة زودياك. طب يلا يلا اطلع بالسفينة قدامي على هناك. بس مفيش بنزين في السفينة. اطلع وهنمون في السكة. ايه ده يعني؟ هي ويلكم بتتكتب كده؟ لا طبعا، ومش عرفهم بالصح اذا كانوا بيضربوا كل حاجة. بس كده، هو ده المصنع اللي بيضرب البضاعة الصيني. جرام يا عم حسني عبد ربه شو طلع برا. علي النعمة طلع يلعب في اوروبا. يا شفته يا ابو اهلاوي يا بدع ده اخويا، روح برا. دول مصريين يا معلم. يا دي الفضايح. طب هنعمل ايه؟ هيدفعوا فيه 2 مليون. يا سوبر هنيدي، أنا كان هدفي وطني، كنت عايز أخدم مصر. تخدم مصر تقوم تولع في أهلها؟ يا سوبر هنيدي، المصريين بيحبوا البضاعة المستوردة، وأنا وأصحاب رجال الأعمال عندنا كذا مصنع في مصر اتقفلوا علشان المصريين بيشتروا البضاعة الصيني وبيسيبوا بضاعتنا. قلنا لازم نقطع رجل البضاعة الصيني من مصر، وعملنا المصنع ده في جزيرة مقطوعة، وخدنا العمال اللي كانوا شغالين في مصانعنا وبقينا نعمل بضاعة مضروبة ونحط عليها تيكت الصين عشان الناس تكره البضاعة الصيني ويرجعوا يشتروا المصري. وبدل اللفة دي كلها ما فكرتش تشوف المصريين بيفضلوا البضاعة الصيني على المصري ليه؟ ولا دماغك ما بتشتغلش كويس غير في الشر وبس؟ أو اللي حصل بقى يا سوبر هنيدي. انت دلوقتي لازم تتسلم للبوليس، وهم بقى هيشوفوا ايه المفروض يحصل مع حضرتك. يلا 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 الاطباق الصيني، الاطباق الصيني اللي انشف من كحك العيب بتاع امي، اطباق صيني انشف من دماغ وائل جمعة. يلا الاطباق الصيني اللي ضد الكاس. يلا الصيني الاصلي رجع تاني.